دلوقتي هنكمل الجزئية أو التاب أو السيكشن الخاص بالفورمز. احنا شفنا التشيك انز وازاي نعملها خلاص. الجزء اللي بعد كده التشيك ان فورمز والكويشنز الأجزاء دي. الفورمز اللي احنا فهمناها اللي هي السيكشنز، فلو دخلت فيها هلاقي السيكشنز اللي أنا كنت لسه ضايفها جوه التشيك ان الكبيرة. أنا كنت لسه من شوية ضايف حاجتين: النظام الغذائي والبيانات الشخصية. كل حاجة موجودة اهي، عايز أعمل لها إيديت أوكي، عايز أعمل كرييت من هنا تمام. دي الجزئية دي والquestions اللي جوه الفورم بقى. فاكرين ساعة ما هو اسمك بتحب تاكل ايه؟ فهلاقي الأسئلة كلها جواها، فأنا بقدر أفلتر عليها. بتحب تاكل ايه؟ لسه معمول أهو من 5 دقايق، عايز أمسحه وأعدل فيه وهكذا. فبالتالي الجزئين دول جزء تفصيلي للتشيك انز، بس أنا عايز أعمل تشيك انز جديدة بدخل على التشيك انز. عندي هنا التشيك انز تايب كنا شرحناها في الفيديو الخاص بتاع التشيك انز. لو عايز ازود كاتيجوريز او تايبس تانية احطها تحت فئات معينة، مثلا دي فئة اسمها سيرفي، دي بيرسونال انفورميشن، دي ميجرمنت، دي ورك اوت. عايز اعمل واحدة جديدة ادوس على كرييت واضيفها بمنتهى السهولة. هيطلب مني ادخل اسمها وساعتها هتبان معايا وانا بختار التايب نفسه بتاع التشيك ان. تمام. واخر حاجة عندي هنا الليبلز. الليبلز دي عبارة من اسمها ليبل، بتحط زي علامة للشخص ده. أنا مسمي حاجة اسمها تدريب في الجيم ومديها لون، فأنا عايز أضيف حاجة تانية جديدة هقدر إن أنا أسمي الحاجة وأديها لون كمان زي ما أنا عايز، وبعمل سيف. دي فايدتها إيه؟ في الجزء الخاص بالكلاينت تشيك انز، الحاجات الدورية submitted check ins و upcoming وهكذا. فلو دخلت على submitted check ins، عايز مثلا أعلم على حد معين إن هو بيتدرب معايا في الجيم أو لسه ما ردتش عليه أو أيا كان، ده ليبل حاجة شخصية ليا لتنظيم شغلي. حلو. فأنا لما دخلت فيها دي الصفحة الخاصة ب submitted check ins، كل الناس اللي جاوبت على التشيك انز. فمثلا عميل اسمه أندرو، فباجي أدوس من هنا زائد، هلاقي هنا عندي علامة اسمها add label. فلما بدوس بيقول لي بقى انت عايز انهي ليبل، ما عنديش الا واحد اللي انا لسه ضايفه كان موجود تمام، تدريب في الجيم، فانا عايز اعلم عليه تمام. بيديني بالمنظر ده ان هو انا علمت عليها فاكر ليبل دي حاجة معينة، فانا بس بحط ليبلز او زي ريمايندر لحاجة معينة جوه التشيكنز. ده كده يبقى احنا خلصنا الجزء الخاص بالفورمز وتعلمنا ازاي نعمل تشيك انز ونضيف ليبلز ونشوف الأسئلة، وفهمنا الفكرة العامة من التشيك انز وازاي ندخلها عندنا على الاكونت الشخصي بتاعنا.